رجعت لكم ببارت جديد بعد ما يصبر عرفت مخطط اخوها. يلا بينا نكمل. طلبت يصبر من مريان انها عايزة قايمة فيها اعضاء الجمعية الامبراطورية علشان تعرف ازاي تأسست قوة الامبراطورية. عرفت يصبر من مريان ان جمعية الامبراطورية فيها عدد من العوام مساوي لعدد النبلاء، ولما بيجي يتعمل قانون جديد محتاجين موافقة 13 فرد من اصل 20 فرد. فكرت يصبر ده معناه ان لما بيجي يحصل قانون جديد بتكون معركة شرسة، واللي بيعرفوا بس موضوع القانون الجديد اكيد اعضاء الجمعية الامبراطورية. طب ازاي عرف أخي موضوع خطة الإصلاح الضريبي للإمبراطورية إذا كان البارون أدوين بيروقراطي صغير ومش في أعضاء الجمعية أساسا؟ فأكيد ما يعرفش حاجة عن قانون الإصلاح الضريبي اللي لسه ما اتناقش. يبقى أكيد واحد من كبار النبلاء اللي بيحضر المجلس هو اللي بيسرب المعلومات لأخي. قالت يوزبل لمريان إنها عايزة تقابل بعض الأرستقراطيين في المجلس. نصحتها مريان إن هي لو عايزة تقابلهم لازم تعمل حفلة شاي، لأن السيدات من العائلات الأرستقراطية اللي بيحضروا المجلس الإمبراطوري غالبا بيكون عندهم صداقات من حفلات الشاي، فلو دعيتهم لحفلات الشاي بتاعتها ده هيبدو كأنه نشاط اجتماعي، فتقدر ساعتها تعرف المعلومات اللي هي عايزاها من السيدات. وفعلا دعت يوزبل السيدات من العائلات الأرستقراطية لحفلة الشاي في قصرها اللي جهزه لها كواناش وحديقة القصر اللي عملها لها. أول ما دخلت السيدات النبيلات الحديقة اندهشوا من جمالها وقالوا دي المرة الأولى اللي احنا نشوف فيها حديقة فيها ألوان كتيرة كده. كان في شائعات كتير إن ده جواز مرتب وإنها أميرة من بلد صغير، مكناش معتقدين أبدا إن الإمبراطور هيعمل كل المجهود ده عشانها. قابلتهم يوزبر ورحبت بيهم، بصت لهم يوزبر وقالت نفسها كل الموجودين هنا سيدات نبيلات من أعلى العائلات، وأعلاهم هنا هي دوكة هايلي، عيلة مؤيدة للملكية أنتجت ملكات لأجيال، بس برضو كانت أول عيلة دعمت كواناش بين الأرستقراطيين لما اندلعت الثورة. عموما كل سيدات الهند سياسيين عندهم خبرة، نجوا من عواصف الثورة بسبب حكمتهم، وأكيد هنا هم هيحكموا على أي نوع من الإمبراطورات أنا. وقعدت تتكلم مع النبلاء ولقت نبيلة قاعدة لوحدها ساكتة، ودي كانت المركيزة بروكس أخت أسلين. حست يصبر إنها بتشوف شخصيتها القديمة فيها. حاولت يصبر تكلمها وسألتها هو الشاي عاجبك؟ أنا شايفة إنك مستمتعة بيه قوي. اتوترت المركزة وقالت لها أيوة دي أول مرة أشوف فيها أوراق الشاي ده، في الحقيقة إحنا بنزرع عندنا الشاي في عيلتنا بس. ملحقتش تكمل لأن النبلات قعدوا يتريقوا عليها، لأن في الحقيقة المكان اللي فيها مقاطعة المركيزة أرضه قاحلة بسبب البرد، وقعدوا يتكلموا عليها ويتريقوا عليها. ما كانتش يصبر عارفة ترد، وعرفت إن ده اختبار عشان يشوفوا هي هتنحاز لأنهي جانب، لأن المركيزة استقراطية جديدة. هيشوفوا يصبر هتنحاز للنبيلة الجديدة ولا النبلاء الأصليين. يصبر فاهمة كويس إن عشان خططها المستقبلية لازم تمشي على هواهم، بس قعدت تفكر هو ده الشيء الصحيح اللي أنا أعمله؟ أنا كده صح؟ أتمنى لو كنت بس أقدر أستخدم السحر بدل كده. أنا حقيقي شخص عديم الفايدة. وافتكرت لما كوناش قال لها إنها شخص بيراعي اللي حواليه، فقررت إنها تقف مع المركيزة. وراحت قالت لهم الشمال بارد وقاسي على مدار السنة، بس في النهاية الأمر نفسه في الشمال والجنوب، كل واحد فيهم بيعيش فيه ناس. أنا ممتنة ليك يا دوكا هايلي لأن السيدات النابلات مهتمة بالشمال، بس لو كانوا يقدروا يفهموا ظروف الشتاء للعائلات التانية فده معناه إن هم عارفين يديروا منطقتهم كويس، وإنهم فاهمين كويس إزاي النبلاء في المناطق دي عارفين يديروا أراضيهم صح. قالت لها الدوكا هايلي انت قصدك ايه يا امبراطورة؟ ردت عليها قصدي اللي انا قلتهولك حرفيا، كان في شتاء قاسي من وقت مش بعيد، عشان كده كنت بسأل انت ازاي كنت بتديري منطقتك. ردت نبيلة تانية انه على عكس الشمال الطقس الشتوي في الجزء الجنوبي مش قاسي قوي، لان بركات الحاكم موجودة هناك دايما. قالت لها يصبر بس على حد علمي المطر ما جاش من الخريف الماضي، عشان كده كان في نقص في الغذاء بجميع انحاء الامبراطورية، وفي سجل من القصر ان الامبراطور بيوزع من القصر الامبراطوري الحبوب بسبب نقص الغذاء. بغض النظر عن مدى بركة الحاكم لسه الشتاء قاسي على الناس كلها. الشتاء ما بيقتصرش بس على الشمال، الجنوب كمان. عشان كده هو مش المفروض علينا كنبلاء ان احنا نكون قادرين ان احنا نشوف اسوأ الاوضاع لاقاليمنا وازاي اتغلبنا عليها علشان كلنا نستفيد. بس كل النبلاء سكتوا. قلت لهم بما انكم مش قادرين تجاوبوا على سؤالي ممكن اسال المركيزه ازاي قضيت الشتاء الماضي. قالت لها المركيزه لما بيجي الشتاء في أراضينا ما بنقدرش نستخدم الأرض كويس، عشان كده احنا بنحتفظ بجزء صغير من الحبوب اللي بيقدمها لنا سمو الإمبراطور كل سنة وبنوزعها في وقت البرد الشديد، وفي مقابلها بنجمع الحطب للقصر الإمبراطوري، وبندفع للفلاحين اللي ما قدروش يشتغلوا في الوقت ده من شهور السنة، بندفع لهم بأجر يومي، وأنا بقوم بتوفير مال بتاع رفاهيتي
علشان اشتري الطعام بشكل منفصل. قالت لها يصبر مش معقولة، انت بتنفقي من مال رفاهيتك على اهل القصر. حقيقي، بفضل جهود المركز والمركزة رعاياهم بيكون لهم شتاء اكتر دفء من اي شخص تاني. اتعصبت الدوكا هايلو وقالت لها ايه نوع الرد اللي انت عايزاه مننا بالظبط يا امبراطورة؟ ردت يصبر لا انا كنت بسأل بس عشان اعرف انت ازاي قضيتي الشتاء الماضي. اه بالمناسبة، انا اتحققت الميزانية السنوية الامبراطورية للشتاء الماضي قبل ما اجي هنا. كان في سجل مفاده إن دوكا هايلي وكونت غوتو اشتروا بسخاء خام الحديد الثمين من بلدان أخرى وأحضروه لأراضيهم، في حين اشترت ملكية بروكس الطعام والقماش بالمال لمساعدة الناس. عشان كده كنت عايزة أعرف عملتوا إيه بخام الحديد؟ كنت عايزة أسأل استخدمتم فين كل الكمية ده من خام الحديد؟ راحت قامت بسرعة دوكا هايلي وقالت لها إزاي تقولي كده؟ انت قصدك إن احنا بنخطط للتمرد؟ خافت النبيلة من كونت غوتو، راحت قامت قالت لها ده سوء فهم يا سمو الإمبراطورة. أيوة احنا اشترينا خام الحديد. بصت لها دوكا هايلي جامد وراحت كملت الكونتيسة لأنه هيتم طرح ملكية منجم من مصر المملوكة للعناية الإمبراطورية للبيع في المزاد العلني. عشان كده خام الحديد كان لتطوير المنجم ده بس يسموك. فكرت يصبر ملكية المنجم، يعني كواناش نجح في الحصول على موافقة مشروع قانون إصلاح الضريبي بشرط توزيع ملكية المنجم على الطبقة النبيلة. هو ده كان السبب وراء هدوء الطبقة الاستقراطية المحافظة. اتعصبت الدوكا هايلو وقالت لها على الرغم ان ده ممكن يكون مش كافي في نظر سموك، بس احنا كلنا برضو ساهمنا في تأسيس الإمبراطورية. أنا ضحيت بحياتي عشان وطني، بس كل اللي حصلت عليه في المقابل هو استقبال بارد. عشان كده أنا مش قادرة أخفي حزني. من فضلك اسمحيلي بالمغادرة اليوم يا سموك. ومشوا النبلاء. بعد أكتر من أسبوع كانت جزبل متضايقة. فكرت مرة أكتر من أسبوع من ساعة حفلة الشاي ما جاتليش ولا رسالة واحدة من أي سيدة نبيلة. هو أنا كان المفروض إن أنا أراضيهم؟ وراح خبط حد على باب مكتبها. دخل أسن وقال لها أنا آسف بس عندي شيء أديهولك، واداها كيس ورسالة وقال لها أختي طلبت مني إن أنا أنقل ده للإمبراطورة. أنا سمعت إن سموك اعتنيتي بأختي لما كانت في حفلة الشاي. أختي لما كان عندها 10 سنين جالها حمى شديدة جدا وبدأت من ساعتها في التهتها، عشان كده كانت مستخبية في الإقليم طول الوقت ده. دي المرة الأولى اللي هي بتطلب مني إن أنا أسلم رسالة نيابة عنها. فتحت يوسبر الكيس لقيت فيه أوراق شاي. قال لها أصلًا على الرغم من أوراق الشاي دي كمية صغيرة، بس ورق الشاي ده مميز جدا. ده عنصر نادر جدا في ملكية بروكس. هي حتى ما ادتهوليش كتير قبل كده، بس أعتقد إن أختي حقيقي كانت عايزة تسدد دينها للإمبراطورة. ممكن تكون حقيقي طفلة حكيمة جدا بتعرف مين اللي هي المفروض تخدمه. وقال لها أشكرك على إظهار الرحمة ليا ولأختي، مش هنسى أبدا المعروف ده. افتكرت لما كوناش قال لها إن هي شخص عنده القدرة إن هو يتولى مسؤولية الإمبراطورية، وراحت فرحت وقالت حقيقي زي ما انت قلت، انا حتى لو ما قدرتش استخدم السحر اقدر اكون شخص مفيد. بعد ما خلصت يصبر الكلام مع اوستن راحت هي وكواناش تشرب الشاي في الحديقة وحكت له اللي حصل، وقالت له انها عملت الشاي ده باوراق الشاي اللي هي اخدته منه كهدية. قال لها انا سعيد ان حفلة الشاي بتاعتك مشيت زي ما انت عايزة. قالت له انا كمان بقيت صديقة المركزة بروكس وبقى اللورد اوسلين بقى لطيف معايا قوي. قال لها اللورد اوسلين؟ غريبة، انت كنت بتقولي له قبل كده اللورد بينار، كنت بتناديله باسم العيلة، من امتى انت بتناديله باسمه؟ قالت له هو اللي طلب مني ان انا اقول له كده. في البداية افتكرت ان اللورد أسرم بيكرهني. ضحكت قوي لانها مبسوطة. قال لها باين عليكي سعيدة قوي. قالت له قال لها باين عليكي سعيدة قوي يصبر. قالت له ايوه انا بقيت اقرب لرجالك، ايه اللي هيخليني سعيدة اكتر من كده؟ راح بص بعيد وقال لها انت بتخليني احيانا شخص لئيم للغاية. قالت له انا امتى؟ قال لها مش مهم انسى الموضوع. طبعا لان هو غار. سألها انت عندك وقت النهاردة؟ هو مش النهاردة اليوم اللي هتيجي فيه الطفلة اخت مريان؟ قالت له صح، المفروض هتيجي إيديث النهاردة للقصر. راحت يسبر مع مريان عشان تستقبل إيديث. حياتها إيديث وأول ما شافت أختها مريان جريت عليها وحضنتها. قالت لها يسبر كان صعب عليك إنك توصلي هنا؟ قالت لها لأ، ما كانش صعب عليا بسبب الدواء اللي اديتهولي سموك، أنا بقيت أكتر صحة. قالت لها يسبر كويس، من دلوقتي هتبدأي تتلقي العلاج هنا في القصر عشان صحتك ترجع أحسن من الأول. بصت لها يسبر، فكرت ايه مقدار الألم اللي بتعاني منه الطفلة الصغيرة دي، وراحت مسكت ايدها. أول ما مسكت ايدها حست بشعور غريب. قالت ايه الشعور ده؟ وراحت سمعت حد بيقول لها امبراطورة. بصت لقت سيمون الطبيب. قال لها انا اسف انك خليتك تنتظري لفترة طويلة. قالت له لا، هي لسه واصلة. فكرت يصبر هو انا شعرت بالدوار للحظة؟
ايه اللي حصل؟ وبعد كده راحت قدمت سايمون لإيديث، قالت له ليه ما تلقيش التحية على إيديث؟ بصلها سايمون وسلم عليها. اتكسف من إيديث وفكرت يصبر اعتقد ان هما هيصبحوا اصدقاء بسرعة ان هما الاتنين في نفس السن. وراح وداهم سايمون للمكان اللي هتعالج فيه إيديث، قال لهم ده المكان اللي بيستخدموه في الأصل المسؤولين فقدوا العيلة المالكة، علشان كده أجنحته أقل قليلا من المراكز الطبية الأخرى. وراح ورا الإمبراطورية مكتبه وقال لها دي وثيقة بحثية عن دواء التصلب. جلير حاليا هي المكان الوحيد اللي بتنتج وتبيع أدوية التصلب، علشان كده بيبقى صعب على الحكومة إنها تخفض سعر الدواء. أتمنى إن السعر ينخفض لو بدأ الأصل الإمبراطوري هو اللي يصنع الدواء. عشان كده بدأنا ندور في مكونات الدواء، بس المكونات كانت مختلفة تماما عن المعتاد لأنها اتأثرت بالقوة السحرية، وأنا شخص ما يعرفش حاجة عن القوة السحرية وما أقدرش إن أنا أعمل التجربة دي. عشان كده افتكرت إن هيكون أفضل صنع دواء محتاجش طاقة سحرية. قالت له لو الطاقة السحرية هي المشكلة ممكن أكون قادرة إن أنا أساعدك، إيه رأيك يا سيمون؟ وقالت له وهي متحمسة ومسكت إيده تحب تشتغل معايا؟ اتفاجئ سيمون من كلامها وراحت قابلت كواناش بالليل عشان تحكي له، وحكت له إن هي عايزة تطور دواء مرض التصلب مع سيمون، وقالت نفسها إن القوة السحرية انخفضت من ساعة ما جيت الإمبراطورية، بس لسه عندي القدرة إن أنا أعمل الدواء. الأول لازم أثبت نفسي كإمبراطورة عشان أقدر أساعد الإمبراطورية بشكل كويس. أنا متأكدة إن كواناش هيكون سعيد قوي بده. قالت له ها، إيه رأيك إن أنا أساعدك؟ هو ده مش حاجة كويسة؟ بصت لقيت تعبيرات كواناش اتغيرت. قالت إيه ده؟ هي تعبيراته اتغيرت كده ليه؟ اتنهت كواناش وقال لها يصبر، انت ايه اللي انت بتقوليه دلوقتي ده؟ مستحيل بغض النظر على السبب اللي انت عايزاه، مش هسمح لك ابدا بده يا يصبر. استنوني في البارت الجاي ونعرف ليه كواناش رفض ان يصبر تساعده. مش هتأخر عليكم، استنوني في البارت الجاي مش هتأخر عليكم. باي.